السلام عليكم، كيفكم؟ شو مسوين؟ ان شاء الله تكونون بخير، وان شاء الله يكون يوم سعيد عليكم يا رب، ولا تصلون على الرسول، اللهم صل وسلم عليه. فيديو اليوم هو الفيديو الثاني من سلسلة المهمات، وهي عبارة عن فيديوهات، كل فيديو اختار ورقتين من هذه الاوراق، يكون فيها مهمات لازم اسويها بنفس اليوم، واسويها بالشكل الصحيح. وبس اذا تبي تشوف الحلقة الاولى تلقى الرابط موجود بصندوق الوصف، ويلا نبدا نسحب ونشوف وش المهمة اللي راح تطلع لنا. بسم الله. وهذه المهمة الأولى، إن شاء الله ما يكون شيء صعب بس. طيب المهمة تقول استمع إلى 10 محاضرات في موقع تيد. ليش تطلع لي هذه اليوم؟ طيب اللي ما فاهم المهمة، في موقع أجنبي معروف اسمه تيد، يجون ناس يتكلمون عن شيء معين، لكن ناس يعني مثقفين وانجزوا شيء بحياتهم، يعني شيء مرة مفيد. وانا قد سمعت محاضرات قبل كذا كثير، لكن المهمة تقول اننا لازم نسمع 10 محاضرات اليوم هذا. كيف بلحق وكيف بحصل وقت كثير والله، لكن بحاول اقسمهم ووزعهم على اليوم، ويلا ابدا اشوف اول محاضرة عشان ما اضيع علي الوقت. أخيرا أنجزت المهمة، الحمد لله خلصت 10 محاضرات في يوم واحد، وأحس إني طلعت بفائدة كبيرة بهذا اليوم، أحسه يوم دسم بالفائدة. خليني أتكلم لكم عن المحاضرات. المحاضرة الأولى كانت تتكلم عن مادة جديدة لها علاقة بالكربوهيدرات، ونقدر نستفيد منها بمجالات كثير، وبعد نقدر نحولها لمادة مقاربة من زيت النخيل اللي هو يدخل بصناعات أشياء كثيرة، وبكذا نقدر نوقف تحطيم الغابات، ولو طبقناها راح نستفيد جدا. أما المحاضرة الثانية كانت عن تركيبة تربة الزراعة، قد إيش هي عظيمة وتقدر تحمي نفسها بنفسها. والمحاضرة الثالثة كانت تتكلم عن الانفتاحيين والانطوائيين، صراحة استمتعت واستفدت جدا بهالمحاضرة. أما المحاضرة الرابعة كانت عن نظرة المرأة الغربية للمرأة العربية، أنها مضطهدة وأنها مرأة من دون إنجازات، لكن هالشيء غلط. وتكلمت اللي ألقت المحاضرة وهي لبنانية الأصل، وقالت أنها دعمتها امرأة سعودية بدايتها وساعدتها بأول مشروع لها بالسعودية. أما المحاضرة الخامسة كانت تتكلم عن الأسماك وعلم الأسماك وانقراض بعض أنواعها. المحاضرة السادسة كانت عن الأعمال والمشاريع الناجحة، وأنه لازم تتواصل مع الزباين ومن هالكلام. صراحة المحاضرة كانت مفيدة. المحاضرة السابعة كانت عن الصراع السلمي ومدى تأثيره القوي، وفي موقف صار هو مثال بسيط على النضال السلمي في مدينة الموصل بالعراق سنة 2014 لما أسرت داعش المدينة بالكامل، وأعلنوا أنهم بيسوون منهج دراسي جديد مبني على ايش؟ مبني على معتقداتهم المتطرفة. لكن المفاجأة انه في اول يوم دراسي ما حد راح للمدارس ولا طالب واحد جاء. ليش؟ الاباء ما رضوا يخلونهم يروحون، وقالوا انهم يفضلون تعليم اطفالهم بالبيت احسن مما يغسل مخهم في المدارس. والمحاضرة الثامنة كانت عن إعادة التدوير، وأننا نقدر نصنع من الأشياء البسيطة أشياء عظيمة. أما المحاضرة التاسعة كانت عن سرطان البنكرياس وعلاجه، والمحاضرة العاشرة كانت عن العنصرية. والحمد لله خلصت المهمة الأولى، وأحس إني طلعت بفائدة كبيرة. المحاضرات اخترتها بشكل عشوائي، ما رحت أختار الشيء اللي أنا أحبه وأبي أسمع له، قلت أبي معلومات من كل المجالات، كذا نكون أنجزنا المهمة الأولى. يلا ننتقل للمهمة الثانية ونشوف إيش راح تكون. بسم الله. المهمة الثانية تقول قم بعمل تجربة كيميائية. لما كنت أكتب هذه المهمة مع المهمات أول، كنت حاط تجربة في بالي، قلت إن شاء الله بسويها لو طلعت لي هذه المهمة، وكنت متحمس للتجربة جدا، لكن المشكلة إني نسيت وش التجربة الحين. مو بوقتي أبد. بحاول أتذكر وش كانت تجربة والله رهيبة، وكان خاطري أجربها، بس قلت لا ما راح أجربها إلا بالفيديو عشان كذا تكون أول مرة لي. بحاول أدورها، إن شاء الله إني كاتب في الملاحظات. تذكرت الحمد لله وأخيرا، ويلا نروح نسويها الحين لأني متحمس لها جدا. اللي بحتاجه بالتجربة بيكربونات الصوديوم وخل وملون طعام ومويه وكاس كبير مثل هذا. يلا نبدأ. طبعا أول شيء نحط بيكربونات الصوديوم بالكاس شوي بس، وبعدها نحط شوي خل، وملون طعام. صح نسيت أقول لكم نحتاج صابون، نحط شوي بس، وبعدها نحط مويه، والحين نحط الخل وبسم الله.
والله كويسة بس توقعتها كذا يعني حماس شوي ما كأنها هادية شوي. وهذه كانت تجربتنا الكيميائية، وكذا نقدر نقول ان اتممنا المهمة، وبكذا نقدر نقول اننا انجزنا المهمة الثانية بنجاح. مو بنجاح مرة بس نقدر نقول اننا انجزناها. فان شاء الله استمتعتوا بمهمات اليوم، وان شاء الله استمتعتوا بالفيديو او استفدتوا لو بفائدة بسيطة جدا. واذا عجبك الفيديو تبيني استمر على الفكرة، اضغط على زر الاعجاب واكتب لي رايك بالفيديو بالتعليقات. اشكركم جدا على كلامكم المحفز لي وتعليقاتكم على هالسلسلة ومدى اعجابكم فيها. والله العظيم اني انا استمتعت وانا اقرا تعليقاتكم على الفيديو الاول، وان عجبتكم السلسلة وتبوني استمر عليها. ابد من عيوني راح استمر عليها. اتمنى تشوفون حسابي في الانستغرام، موجود الرابط بصندوق الوصف. اذا عجبك يا ريت تتابعني، واذا ما عجبك تابعني على اليوتيوب هنا بس، ما يحتاج انشب لكم كل مكان. فكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم بالفيديو الجاي، ومع السلامة.